والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نسميه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. كلاهما يعني متفق عليه، حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. فحديث أبو أيوب هو خالد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، أي جئتم، إذا أتيتم إذا جئتم الغائط أي المكان لقضاء الحاجة. والآن ما هو؟ أين نقضي الحاجة؟ كمر مندي. أيوه. قال: فلا تستقبلوا القبلة. إذا أتيتم مكان يعني تريد تقضوا الحاجة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها. استقبال تكون أمامك، هنا القبلة، أين يعني هنا تكون القبلة أمامك، يعني أنت تتجه إلى القبلة، مفهوم؟ والاستدبار أي القبلة تكون خلفك، تكون خلفك، لا تولوها وجوهكم ولا تولوها أيضا ظهوركم. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصحاب المدينة. الآن المدينة في شمال الكعبة، عرفتم؟ في شمال أوتارا، صح؟ أوتارا، شمال أوتارا، صح؟ أو سلاتن؟ لا، كيري دع اليد. لا، أنا ما أريد اليد، ما أريد اتجاه اليد. كيري كانان، لا، أريد اتجاه. يعني الآن معنا شرق بارات، صح؟ غرب تيمور، تيمور شرق تيمور، صح؟ بارات أوتارا سلاتان، صح؟ أوتارا شمال، نسميه عن الشمال، جهة الشمال، وسلاتان جنوب. فهمتم؟ الآن هنا يعني نمثل هنا الكعبة، فهمتم؟ هنا الكعبة، يعني هنا يعني نقول لا، تيمور يعني شرق، وهنا بارات، وهنا سلاتن، أوتارا، وهنا سلاتن، صح؟ هكذا. المدينة هنا شمال الكعبة أوتارا، فهمتم؟ شمال الكعبة. يعني شمال تسموه أوتارا أو سلاتن؟ أوتارا، صح؟ أوتارا، لكن ليس أوتارا هنا، أوتارا هنا، صح؟ أوتارا هنا، أيوة، لأن هنا شرق غرب، هنا شمال. أوتارا هنا باتجاه آجه، صح؟ وهنا يعني سلاتن باتجاه يعني الجنوب، يعني جاكرتا. فيعني الكعبة المدينة شمال. إلى أين يصلوهم؟ إلى، إذا كان في الشمال الكعبة، المدينة في الشمال، الكعبة تكون في الجنوب، صح؟ الآن المدينة في شمال الكعبة أوتارا، قبلتهم إلى أين؟ إلى سلاتن.
إلى الجنوب. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة، لا تصلي إلى يعني جهة القبلة، ولا تستدبرها، يعني تقضي الحاجة، تصلي تقضي الحاجة، لا تقضي الحاجة إلى جهة القبلة وأنت متجه هنا القبلة. مثلا يعني أنا في المدينة القبلة في جهة الجنوب، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوها ولا تستدبرها، يعني تقضي الحاجة إلى يعني جهة الشمال والقبلة خلفك، ولكن شرقوا أو قربوا. لماذا؟ شرق ليس جهة القبلة، صح؟ والقرب ليس جهة القبلة، القبلة جهة الجنوب. لكن في إندونيسيا صح؟ أين إندونيسيا تقع؟ في الكعبة، أوتارا، selatan, timur, barat, غرب مكة. أين نحن؟ نحن في الغرب أو في الشرق؟ إندونيسيا أين؟ شرق أو غرب؟ تيمور، شمال، يعني شرق، في شرق الكعبة باتجاه الشرق، صح؟ السعودية باتجاه الغرب. الآن نحن يعني أين المشرق؟ هنا، صح؟ أين الكعبة في الشرق؟ الكعبة بارات، صح؟ إذن نحن أين؟ نحن في الشرق، صح؟ الشمس تأتي من هنا، الكعبة هنا، أولا على إندونيسيا ثم، صح؟ إذن نحن في شرقي، صح؟ إندونيسيا في الشرق. إذن نحن يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضينا الحاجة إلى أين نتجه؟ إما يعني شمال، إما شمال وإما جنوب، شمال وإما جنوب، يعني أوتارا أو selatan، صح؟ إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا وقربوا هذا لأهل المدينة، ومن كان في شمال أو في جنوب مثل اليمن هنا الكعبة، هنا الشرق، هنا الغرب، هنا الشمال، هنا الجنوب. نحن في الجنوب، نحن في جنوب اليمن، في جنوب الكعبة، جنوب القبلة. فإذا نقضي الحاجة نشرق أو نقرب لأجل لا نتجه إلى الكعبة. لكن في إندونيسيا إما شمال وإما جنوب، أو تارة أو selatan. الآن الحمامات، صح؟ كمر مندي، أين اتجاه يعني المرحاض؟ إما أوتارا وإما أوتارا وselatan، صح؟ هكذا اتجاه، صح؟ هكذا شرق وغرب. القبلة إلى أين؟ إلى الغرب، صح؟ القبلة إلى الغرب. إذا من كان في الشمال فمن كان في الشرق أو في غرب، هنا الكعبة، هنا الشرق وهنا الغرب، إما يتجه إلى الجنوب وإما يتجه إلى الشمال. فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة في يعني حمام مراحيض هذه، فيعني متجه إلى الكعبة. ذهبوا إلى الشام، إما ذهبوا يعني تجارة أو للغزو، فرأوا المراحيض عند قضاء الحاجة متجه إلى الكعبة. قال فننحرف، إذا يجلس ينحرف، لا يجلس هكذا مع المرحاض، يجلس عكس. قال ونستغفر الله عز وجل من هذا الفعل، ليس نستغفر الله في الحمام، ما يجوز ذكر الله في الحمام، فهمتم؟ لا يجوز ذكر الله في الحمام. قال نقرأ الحديث ثم يعني نذكر المسائل اللي بعده. حديث عبد الله بن عمر الخطاب معروف، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبوه، ويعني قيل ولد في السنة الثانية أو في السنة الثالثة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غزوة بدر كانت في السنة 15 من البعثة، 15 من البعثة كما سيأتي معنا في السنة الثانية من الهجرة. وابن عمر عمره 13 سنة في ذلك الوقت، عمره 13 سنة، فقيل ولد في السنة الثانية أو في السنة الثالثة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر قال رقيت، صعد، رقيت ما معنى صعد؟ ارتفع، أتس،
ها؟ هو يصعد إلى الفوق من السلم إلى الفوق، ماذا تقول؟ أيوة، ذهب إلى الفوق. ها؟ ذهب إلى الفوق، برجي sampai atas هكذا. pesawat هذه طائرة. لا، الآن يعني عندما تذهب إلى السكن صح؟ ماذا تقول؟ ذهب إلى السكن إلى فوق، naik، صعد، naik معناه ايش؟ naik بالكاف أو طيب، ابن عمر صعد إلى فوق بيت حفصة. حفصة ماذا تقرب لابن عمر؟ حفصة بنت من؟ بنت عمر، إذن هي أخت عبد الله ابن عمر، أخته. حفصة أخت عبد الله ابن عمر، فابن عمر جاء إلى بيت حفصة وصعد فوق بيت حفصة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، لم يرى يعني العورة، لا، إنما رآه جالس ويقضي حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مستقبل الشام، باتجاه الشام، باتجاه الشمال، أو تارة في المدينة أو تارة الشام، وخلفه الجنوب القبلة صلاة. مفهوم؟ قال رأيته، لكن يعني مبني بناء، ليس في الصحراء. إذن حديث أبي أيوب فيه النهي لا تستقبلوا القبلة، وحديث عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء، ويعني الصحيح أنه للكراهة، كراهة تنزيه، يكره أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، تستقبل القبلة أو تستدبرها عند قضاء الحاجة، سواء كان خارج، كنت في الغابة، مفهوم؟ ذهبتم إلى الغابة، ما في حمام، ما في كمرمندي، صح؟ تريد أن تقضي حاجتك، تذهب، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذا النهي للكراهة، ولكن اتجه إلى غير القبلة في الاستقبال أو في الاستدبار. إذا ذهبت إلى الغابة، فهمتم؟ إذا ذهبت إلى الغابة تريد أن تقضي حاجتك، ما في كمرمندي، لا يوجد، كيف تنظر؟ اتجاه، إما أن تتجه يعني إلى أوتارا، صح؟ إلى الشمال تتجه ويكون خلفك إلى جنوب صلاة، أو تتجه إلى الجنوب ويكون خلفك أوتارا، لا تتجه إلى الشرق ولا إلى الغرب، فهذا في يعني النهي للكراهة. وكذلك في الحمام كمر مندي، إذا كان يعني موجود كمر مندي، يعني لا يعني يكره أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، إنما يبنى المرحاض إلى جهة يعني الشمال أو إلى جهة الجنوب هذا يعني هذا هو الأقرب وهو الراجح، وجمعا بين الأدلة. وبعض العلماء قال إذا كان في الصحراء يحرم، حرام، إذا كان مثلا في الغابة حرام أن تتجه إلى القبلة، لكن إذا كنت في البنيان يعني بناء كمرمندي هذا يجوز لأنك في بناء، لحديث ابن عمر، ولكن الأقرب هو الكراهة، سواء في الغابة أو في البنيان، في الصحراء أو في البنيان. هل يحرم حال قضاء الحاجة أن نستقبل بيت المقدس؟ لا، لم يأتي دليل، ما في دليل، لا يوجد دليل على يعني كراهية استقبال بيت المقدس أو النهي عن استقبال بيت المقدس. كذلك هل يستقبل الشمس أو القمر، هل يحرم؟ هذا ما في دليل، وهذا من عجائب، قال بعض العلماء من الغرائب، شيء عجيب. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو قربوا،
الشرق سيتجه إلى جهة الشمس، سيتجه إلى جهة الشمس، فهذا ليس عليه دليل. وهذه من يعني أقرب المسائل، أقرب المسائل. إذن معنى حديث أبي أيوب هذا الذي يحفظ. ومن حفظ حديث عبد الله بن عمر طيب. حديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أيضا حفصة بنت عمر صح؟ زوجة من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال شريعة الإسلام كما تقدم معنا أنها جاءت حتى بآداب قضاء الحاجة، كما قال سلمان الفارسي عندما جاءه يهودي قال: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. فجاءت الشريعة بكل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم وأمور حتى أمور دنياهم، حتى أمور دنياهم. فجاءت الشريعة بهذا كله. فمما يذكر هنا أنه جاء رجل إلى عالم من العلماء فقال: أنتم تزعمون أن كل شيء جاء في القرآن ما يتعلق بأمور الدين وكذلك حتى ما يتعلق بأمور الدنيا جاء في الشريعة في القرآن والسنة. قال: نعم. قال: أين يوجد؟ يعني الطب، يعني الطب أين ذكر في القرآن؟ يعني الأدوية هذه هل أرشدنا إليها القرآن؟ أين يوجد؟ هذه الأدوية لم تأتي في القرآن. قال له ذلك العالم: ذكر في القرآن. قال: ما هو؟ قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. قال: كيف نعرف الأدوية وكيف نعرف علاج المرض؟ إذا كان عندنا مرض كيف نعرف؟ لم يأتي في القرآن هذا. قال له: إلا وجد. قال: ما هو؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر ليس فقط العلماء، علماء الدين، بل في كل مجال هو يسمى أهل الذكر. في أهل الفيزياء هذا أهل الذكر، أهل الفيزياء، أهل يعني الهندسة. الآن عندما مثلا يعني يمرض المريض إلى أن يذهب؟ إلى الطبيب. لماذا الطبيب يذهب إلى الطبيب؟ لا يذهب إلى المهندس، لا يذهب إلى غير الطبيب، يذهب إلى أي رجل، لأن الطبيب هو العالم بهذا وهو أهل الذكر. أهل الذكر خاص بالطب. إذا خرب مثلا يعني سيكل أو سيارة إلى أين يذهب؟ إلى مهندس بنكل، صح؟ إلى بنكل. لماذا لا يذهب إلى الطبيب؟ لأن الطبيب ما يعلم بهذا. ومن هنا يعني نأخذ فائدة ويظهر خطأ كثير من المسلمين، أو نقول إن صح القول أكثر المسلمين، أكثر المسلمين. وما حصلت يعني البدع والخرافات، وما حصل الانحراف عن دين الله عز وجل والتساهل في دين الله عز وجل إلا لهذا السبب، أن الرجل إذا جهل مسألة في دين الله عز وجل، مثلا في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في الصيام أو في غيرها، يذهب يسأل أي واحد جاهل، أو يرى الناس يعملون يعمل معهم جهال. مثلا يعني في مسألة الصلاة حصل عنده خطأ ما يعلم بهذا، يذهب يسأل من في المسجد،
طيب هذا الرجل ما تعلم، ما طلب العلم، يسأله ما رأيك بهذا؟ هذا يفتي له جائز، اعمل كذا. طيب الله عز وجل ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت هذا الرجل نفسه إذا خربت سيارته، سيارة خربان، هل ستأتي إلى يعني هذا الرجل الذي في الشارع تقول له أصلح لي سيارتي؟ أي واحد؟ لا يمكن، لا ترضى، صح؟ لا ترضى. حتى إذا جاء مثلا جاءني يعني رجل، أنا في الشارع أمشي، ما أعرف، ما عندي خبرة بإصلاح السيارة، يأتي إلي رجل يقول سيارتي خربانة، أنا ما أعرف، ما عندي خبرة، ماذا سأقول له؟ اذهب إلى بنكيل، صح؟ اذهب إلى بنكيل. لماذا لا نقول إذا جاء الرجل إلى رجل جاهل ما حكم كذا، يقول له أنا لا أعلم، اذهب إلى العالم. ولماذا هذا لا يذهب إلى العالم؟ في دين الله لا بأس، أما في مسائل الدنيا لا بد نحرص. هذا الذي دل على أننا نحب الدنيا، يدل على أننا نحب الدنيا. في أمور الدنيا لا بد أن نذهب إلى أهل الاختصاص. أنا مريض، سأذهب إلى بنكيل؟ سأذهب إلى بنكيل؟ لا يمكن، صح؟ إذا ذهبت إلى بنكيل ماذا سيقول لي؟ ستريس، مجنون، صح؟ لا بد أذهب إلى الطبيب. كذلك على المسلم إذا جاءه مسألة في أمور الدين لا يذهب يسأل كل من هب ودب الجهال، يذهب إلى أهل العلم، الذي عنده علم، ولا يقول الناس عملوا نعمل مثلهم. لا، دين الله له علماء، كما أن الطب فيه علماء كذلك الدين هناك علماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، موجود سؤال؟ إشكال؟ ما شاء الله، ودي الله أعلم من حيث الصحة، الله أعلم، أبحث عن هذا، لكن هذا ما يصلح، لا يصلح الكلام. إن الصلاة يعني إن في الصلاة لشغلا، لا يصلح، إن الصلاة لا يصلح فيها كلام، شيء من كلام الناس. عندما يعني عطس معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة فقال الحمد لله، فيعني قال له يعني فقال عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله، فضرب الناس في أفخاذهم يسكتوه كأنهم يسكتوه، فيعني تكلم بكلام. ثم بعد الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو للتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. مثل هذا العمل لا يصح، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد مأمور باتباع لا بالابتداع، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يكفيك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن وما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك، لا تأتي بشيء يعني تثقل على نفسك وتأتي بشيء جديد في دين الله عز وجل، وهذا محرم ومردود عليه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنت يعني إذا جئت بشيء جديد يعني وإن تقول هو عبادة لكن لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل يعني تعاقب عليه، وإن كان ذكر تعاقب عليه، لا تؤجر بل تعاقب. لماذا؟ لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نأتي بمثل هذه يعني الأشياء. وأما مسألة يعني بطلان الصلاة الله أعلم، نبحث إن شاء الله، نبحث عن هذا وننظر. إيش يا الله، وأنا ما الأخير؟ أنا نسيت. لا يجوز ذكر الله في الحمام، لا يجوز مكان قضاء الحاجة، لا يجوز ذكر الله في الحمام. وأما قول أبي أيوب فيعني قوله وننحرف ونستغفر الله، ذكر العلامة البسام رحمه الله أن هذا استغفار قلبي أي في القلب، أما باللسان ذكر باللسان لا يجوز في الحمام، استغفار في القلب، أو أنه يستغفر الله بعد خروجه من الحمام.
ولذلك يعني الذكر إذا توضأ الرجل في الحمام، الذكر بعد الدعاء، الذكر بعد الوضوء يقوله بعد خروجه من الحمام، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما هو الدعاء الذكر بعد الوضوء؟ ها؟ أحسنتم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله. هذا يعني يذكر بعد خروجه من الحمام، يتوضأ إذا خرج من الحمام جاء بهذا الدعاء، جاء بهذا الدعاء ذكر بعد الوضوء. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.